يسعد اوقاتكم. اليوم جبت لكم اكله جدا لذيذه وبتناسب فصل الخريف او بدايه فصل الشتاء، الملفوف او اليخنه، ما بعرف كل بلد شو بيسموها. جدا لذيذه بهالطقس، واكيد الطريقه والوصفه بالفيديو، بتمنى تتابعوا. انا بقطع الورق بهالشكل وبكل سهوله بيطلعوا معي ورقه ورقه مثل ما انكم شايفين، وبقسم الورق بهالشكل، والزيادات اللي عم تشوفوها بحطهم هيك على طرف، وبقص الورق بالشكل اللي انا بدي اياه. مع التقطيع انا عم استغل وقت وبسلق الورق هيك وبجهزه مشان خلص كل شي سوا، وهيك صار الملفوف جاهز لللف. الزيادات اللي انتم عم تشوفوها هون، انا هون عندي وجبة قديمة كنت عاملتها مخلل، وهدول راح ارجع ساويهم، يعني عندي ما بينكب شي، مع الشمندر طبعا بصيروا مخلل لذيذ. زيت وثوم ودبس رمان بسفل الطنجرة، ومجهزة كل شي لازمني. هون رز مغسول ضفت عليه اللحمة المفرومة، معلقة دبس فليفلة ودبس بندورة، كمون، فلفل اسود، فلفل احمر، 7 بهارات. ضيف عليهم الثوم، واكيد عصير ليمونتين او 3 حسب الحجم، وزيت نباتي، وطبعا واكيد الملح. الحمد لله تذكرت النعناع، كنت ناسيته، وبخلطهم كلهم سوا بيطلعوا بهالشكل. وهون ببدأ بلف الملفوف وبصفهم كلهم هيك على طرف، وبعدين بصفهم كلهم بالطنجرة. بضيف عليها المي المغلية والتقالة، بس يغلي المي بدي راقب اذا بدها ملح او ليمون. طبعا بهدي الطنجرة، وبهالوقت انا قفا بيتي فيه غابة، فاستغليت الوقت ورحت اتمشيت شوي. الطقس بيجنن.